مساء الأنوار مشاهدينا الكرام من برنامجكم برنامج زينة البلاد. واليوم رجعنا لكم مع حلقة جديدة في حكاية من حكاياتنا. جدارمي في التحزيمة داخل الحومة حل طريق يا مسكين، أغنية الشاعر الوهراني أحمد بن ناصر، كلام موزون وشعر ملحون. شكون هي القايدة حليمة وعلاش سماوها جدارمي في التحزيمة؟ القايدة حليمة أصلها من وهران، باباه القاضي أحمد بن يوسف الزياني مؤلف كتاب أنيس الحيران. مات راجل حليمة وورثت عليه مال كثير، تصدقت به في بيبان الخير، تبرعت بأرض كبيرة وما حبتش تبيعها للنصارى. بنات بها مقبرة عين البيضة وبنات مسجد بن كابو وزيد وزيد. وبنت القايدة حليمة ستي ربي يرحمها مجاهدة والناس كاملة تحبها، هي اللي تبنات يتامى حوادث 8 ماي 1945. هذه هي بنت الأصل، الشهامة والدين. القايدة حليمة قالوا عليها بزاف قصايد، ربي يرحمها، قولوا آمين. وحتى المرأة الجزائرية تحكي وتقول بصوت معلوم، حتى أنا عندي حكايات وحكايات. هذه حليمة جدارمي في التحزيمة داخل الحومة خلي طريقة مسكين. نهار عيد رمضان خش الباب السلطان وتصير خبطان بعصاكر وتصدم